وبيبدا الفيلم بالراجل اللي بيكون ماشي على الشط وبيلاقي اللعبه دي في الرمله اللي بيكون مكتوب عليها جومانجي. بيروح يدي اللعبه لابنه والواد بيقول مين بيلعب بالالعاب دي دلوقتي يابا، بيحطها على جنب وبيكمل لعب البلاي ستيشن بتاعه. بالليل بيصحى على النور الاخضر ده، بيفتح لعبه جومانجي بيلاقي جواها الشريط ده، بيحطه في البلاي ستيشن بتاعه. ومره واحده النور ده بيضرب في الاوضه وبتعدي السنين وتفوت الايام وبيكون سبنسر بيلعب على البلاي ستيشن بتاعه. فريدج صاحبه بيكلمه وبيقول له بعد ما تخلص البحث قابلني عند بيت الراجل المجنون ده. بياخد بعضه وبيروح على هناك وبيقابل فريدج، بيديله البحث اللي كان طالبه منه وفريدج بيسيبه ويمشي. ومره واحده الراجل ده بيقول له بتعمل ايه هنا؟ بيقول له كنت واقف مع واحد صاحبي. بيقول له طيب خلي بالك من المكان اللي هتقف فيه بعد كده. بيقول له حاضر حاضر. بياخد بعضه ويجري. وفي الوقت ده بيساني بتكون قاعده في الامتحانات ولكن سايبها وبتتكلم مع صاحبتها فيديو كول. المدرسه بتقول لها هو انت سايبه الامتحان وقاعده لي على التليفون؟ بتقول لها انا خلصت امتحاني. بتقول لها في غيرك لسه ما خلصش وعلشان كده انت هتتعاقبي النهارده. في الوقت ده حصه السله بتكون شغاله والمدربه بتنده على مرسى، بتقول لها انت لازم تختاري شريك معاكي في اللعبه. بتقول لها لا شكرا مش عايزه. بتقول لها يعني ايه مش عايزه؟ بتقول لها يعني زي ما سمعتي وحلي عن دماغي دلوقتي. بتقول لها حل عن دماغك حلو قوي الكلام ده، انت النهارده هتتحط في فصل العقاب. في الوقت ده بيجي واحد وبيقول سبنسر يشرفنا في مكتب المدير. بيخش جوه بيلاقي فريدج قاعد على الكرسي، بيقعد جنبه والمدير بيقول له البحث اللي قدمه صاحبك ده لقينا واحد شبهه انت قدمته السنه اللي فاتت. بيقول له يعمل من الواجب 200 موديرنا. بيقول له ده اشتباه في غش وانتوا الاثنين هتخشوا في فصل عقاب. الاربعه بيقعدوا في الفصل سوا والمدير بيخش لهم جوه بيقول لهم ينفع اللي انتوا عملتوه ده يا شباب؟ طيب بربطه المعلم تعالوا كلكم ورايا. بياخدهم الاوضه دي وبيقول لهم الاوضه دي احنا عايزينها شرحه وبرحه وترجع جديده، خلصوها بقى في يوم في اكتر في اقل ده مش مهم عندي، المهم انها هتخلص وخلاص. بيبداوا يرتبوا في الاوضه ومارسا بتقول لي بثانيه انت هتفضلي ماسكه التليفون كده؟ ما تهز كتافك وتيجي تساعدينا. سبنسر بيقول لمارسا انا ما كنتش براقبك على فكره، بس انا كنت سامع كنت بتكلمي المدربه، على فكره انت عندك حق في كل اللي قلتيه. بتقول له تسلم. يا خلبوس واضح انك هتطبل لها كتير النهارده. في الوقت ده فريدج بيطلع الجهاز ده وبيقول لهم هو ايه ده؟ سبنسر بيقول لهم الظاهر ان دي لعبه قديمه. بياخدوها يشغلوها وسبنسر بيقول لهم جومانجي. فريدج بيقول له يعني ايه ده؟ بيقول له ما اعرفش اول مره اشوف الاسم ده. بيبداوا يختاروا الشخصيات وفريدج بيختار شخصيه الطيار ولكن ما بتشتغلش معاه فبيختار شخصيه ماوس اللي بيكون خبير في علم الحيوان. بيجي دور سبنسر هو بيختار شخصيه دكتور برايفستون. بيساني بيجي دورها وبتختار شخصيه سبارن. بيندهوا على مرسى عشان تختار دورها وبتختار شخصيه روبي ولكن اللي ما كانوش عاملين حسابه ان مره واحده صوت طبول بيشتغل والجهاز بيظهر منه نور اخضر ومره واحده اللعبه بتسحب سبنسر وكلهم بيكونوا في منتهى الصدمه ولكن اللعبه كمان بتسحب مرسى. وفي الوقت ده بنخش جوه اللعبه وبيظهر معانا الولد العنيف الولد المخيف البطله التي بقرعته هيكدب النهارده كتير. سبنسر بيقول ايه ده؟ فين شعري؟ وايه العضلات دي؟ ومره واحده بينزل الباقي حواليه بيكونوا كلهم في منتهى الصدمه ومش عارفين هم فين بالظبط. الشخص ده بيقول له هو ايه اللي حصل في جسمي يالا؟ وايه الشنطه اللي على ظهري دي؟ سبنسر بيقول له هو انت فريدج؟ بيقول له ايوه وانت مين؟ بيقول له انا سبنسر يالا. بيقول له هو ايه اللي بيحصل هنا يا اسطى؟ بيقول له تقريبا اللعبه سحبتنا جواها واحنا بقينا في الشخصيات اللي اخترناها. انا دكتور برايفستون. بيقول له انت بتقول انك سبنسر صح؟ بيقول له بالظبط وده معناه انك انت ماوس وانت يا مرسى بشخصيه روبي. هو بيساني اكيد هي البروفيسور. بتقول لهم بروفيسور؟ بتاخدها جري وبتبص على شكلها في الميه بتقول لهم يعني انا بقيت راجل وكمان بكرش؟ يا عيتك السوداء يا بيساني ازاي يحصل فيا كل ده؟ ازاي؟ هو مره واحده بيطلع فرس النهر ده وبيخلص عليها كلهم بيكونوا في منتهى الصدمه ولكن مره تانية بتنزل من السما فرس النهر بيطلع لهم تاني وبياخدوها جري من المكان. بيحضر الشخص ده بالعربيه بتاعته وكلهم بيركبوا معاه. بيقول له دكتور برايفستون شرف اخيرا ليا ان اقابلك. روبي بتقول له انت مين يا راجل انت؟ بيقول لها انا هاجي في خدمتك يا فندم. اهلا بيكي في جومانجا انا مستنيكي بقالي كتير قوي. طبعا كلكم عارفين ان جومانجا في خطر كبير واحنا معتمدين عليكم يا شباب علشان ترفعوا اللعنه اللي عليها. بيقول له ممكن اعرف لعنه ايه دي؟ بيقول له في رساله في ايديه بمجرد ما تقراها بصوت عالي هتخش جواها وتعرف. بيبدا يقرا الرساله اللي بيكون مكتوب فيها انا اسمي نايجر الدليل الميداني الجومانجي استخدمني شريكك اللي فات وعدوك الحالي واسمه البروفيسور فان بيل اخد معايا باسا علشان ندور على مقام النمر المشهور اللي بتكون موجوده فيه جوهره جومانجي المقدسه. وبعد سنين وسنين قدرنا نلاقي مقام النمر. هو كان قايل انه عايز الجوهره دي علشان هيكتب عنها ولكن ما كنتش اعرف ان نيته شمال من الموضوع ده. الطمع زاد جواه وحب ياخدها لنفسه. هو بيقولوا النمر ده بيراقب جومانجي واي حد بياخد عينيه بتسيطر عليه قوه شريره. القوه دي سيطرت على فان بيل وقدر يسيطر بيه على كل كائنات جومانجي ويتحكم فيها. هو من وقتها اللعنه حلت على جومانجي. فضلت اترجاه علشان يرجعها ولكن مرضيش فاستنيت فيهم لحد ما الكل بينام وغفلته وسرقتها منه وخدتها جري من المكان. والجوهره اهي اتفضل ساعدوا بعضكم انت وزمايلكم بمهاراتكم هتقدروا ترجعوا الجوهره لعين النمر واللعنه تتفاق. يلا ربنا يوفقكم. افتكر كويس بعد ما ترجعوا الجوهره مكانها وترفعوا اللعنه اللي عليها نادوا باسم جومانجي. بينزلوا من العربيه وبيقول له نسيت اقول لك خلي الخريطه دي معاه وروحوا على البازار دوروا على القطع اللي ناقصاكم وافتكروا اللعبه علشان تطلعوا منها انقذوا جومانجي ونادوا باسمها. وبيسيبهم ويمشي. برايفستون بيقول لهم احنا دلوقتي في لعبه واكيد اللعبه دي ليها مراحل كل ما نعدي مرحله بيجي الاصعب منها. ماوس بيقول له هنعديهم ازاي يا فالح؟ بيقول له دلوقتي هنشوف. بيفتح الخريطه ولكن بتكون فاضيه يا صديقي. بيقول لهم ايه ده؟ الخريطه
الخريطه فاضيه. البروفيسور بيروح له وهو بيقول له انت هتهزر، الخريطه موجوده اهي. في الوقت ده بيعرفوا ان سبارن من مهارته هو علم الخرايط، فبياخدها علشان يوصلها. برايفستون بيقول لهم اكيد كل شخصيه هنا ليها مهاره جباره. بيدوس على صدره بالصدفه بيطلع القائمه دي. كلهم بيكونوا مستغربين، والقايمه دي بيكون مكتوب فيها نقاط قوه وضعف كل واحد فيهم. اول واحد فيهم برايفستون من نقاط قوته بتكون السرعه والشجاعه والتسلط. هو ما بيكونش عنده اي نقط ضعف. هو بيكون من نقاط قوتها الكاراتيه والايكيدو وقتال الراس، يعني هتقتل وتشكل لنا شويه يا صديقي. هو بيكون عندها نقطه ضعف وحيده وهي السام. اما البروفيسور بقى فبتكون نقاط القوه هي الخرايط والاثار وعلم الحفريات. اما ماوس بقى ما بيكونش عنده غير نقطه قوه واحده وهي حامل الاسلحه بس. اما نقاط الضعف هي الكيكه والسرعه والقوه. بيقول لهم يعني انا ابن البط السودا ايش معنى هنا مستقصداني وجاي ليه دايما عليا؟ برايفستون بيقول له يا عم ما تزعلش، ما انت عندك ميزه اهي وهي حامل الاسلحه. بيقول له يا ريتني كنت حامل في ولد يا اخي. قول لي بقى ده معناه ايه يا فالح؟ بيقول له معناه انك المساعد بتاعي وحدت الاسلحه بتاعتي في شنطتها. في الوقت ده الصاروخ بيعدي من وسطهم والناس دي بتحضر في المكان، بياخدوها جري بالمكان عليهم وهم بياخدوها جري من المكان. الضرب بيكون شغال عليهم من كل اتجاه. في الوقت ده بيبداوا يشغلوا دماغهم وكل واحد بيستخدم الميزه اللي عنده. اولاد الهرمه بيكبسوا عليهم، ولكن برايفستون بياخد البتاعه دي من ماوس وبيرميها عليهم، ولكن ما بتعملش اي حاجه. بياخدوها جري من المكان وهم بياخدوها جري وراهم، بيزنوهم في الحته دي وبيكون خلاص هيقتلوهم، ولكن البتاعه اللي رماها بتيجي وبتخلص عليهم. بيكملوا جري من المكان لحد ما بيوصلوا عند الحته دي. ما بيكونش فيه غير حل واحد وهم انهم ينطوا من فوق، وفعلا روبي بتنط والباقي بينط وراها. كلهم بيطلعوا من الميه وروبي بتقول لهم انا عندي واوا، وفجاه بتختفي من المكان. كلهم بيكونوا في منتهى الصدمه، ولكن مره واحده بتنزل لهم تاني من السما. بيروح يمسك ايديها بيلاقي الثلاث اشرطه اللي في ايديها ناقص واحد. بيقول لها كده كل واحد فينا له 3 محاولات. بتقول له طيب لو كل محاولاتنا خلصوا؟ بيقول لهم يبقى كده جيم اوفر، هنموت كلنا. اما في الوقت ده رجاله فان بيروحوا له وبيقولوا له هربوا مننا يا ريس. بيقول لهم يبقى هبعت وراهم جيوشي كلها اللي انا مسيطر عليها لحد ما ارجع الجوهره بتاعتي. بيقول للناس بتاعه روح دور عليهم. في الوقت ده بيكونوا في طريقهم للبازار وماوس بيكون بيتخانق مع برايفستون وابن الهرمه بيزقه من فوق، فكده بتروح منه محاوله يا صديقي. بيرجع تاني وماوس بيقول له اياك تقول لك اباكا تاني. بيقول له انت اياك تزقني تاني والا. بيقول له ايه يلا. بيقول له انت عارف انا مش هقول لك. فماوس بيروح له عشان يزقه تاني وبرايفستون بيعديه وبيكون خلاص هيقع، ولكن بيلحقوا بيقول له كفايه بقى، المفروض ان احنا ما نضيعش الفرص بتاعتنا، احنا محتاجين لبعض سواء ده عجبك او لا، احنا لازم نخلص اللعبه دي ونبقى فريق واحد لحد ما نخلصها. وفعلا بيوصلوا البازار هو بيفضلوا يدوروا على القطع اللي ناقصاهم، وهم في الطريق شيلي بتروح للراجل ده وبتاخد منه العيش وبتاكله. بتقول يا سلام ده انا ما اكلتش عيش من زمان قوي. ماوس بيقول لها هاتي حته بقى وبياكل معاها في العيش. بيقول له لا مؤاخذه يا حاج هو ايه ده؟ بيقول له كيكه يا ابني. بيقول له حياة امك انت يا بنت الهرمه مش قلت لي ان ده عيش؟ بتقول له ما انا بقالي فتره ما اكلتوش، ايه اللي عرفني انها كيكه يعني؟ بيقول لها يا بنت الورمه. طبعا هو خايف لان الكيكه نقطه ضعفه. هو بيقول لهم غريبه يعني ما حصليش اي حاجه، نقط ضعفي انا مفيش اي حاجه بتاثر فيا، وهو بينفجر قدام عينيهم. بينزل تاني وبكده هو باقي له محاولتين. بيكملوا طريقهم والناس اللي بيشوفهم بيروح يبلغ الرئيس بتاعه. بيخشوا المكان ده هو بيطلعوا الورقه دي من جوه الصندوق، بيلاقوا جواها فيل صغير هو بيكون مكتوب فيها لما تشوفوني ابداوا اطلعوا فوق الجبل. بيكملوا طريقهم للمرحله الجايه، ولكن رجاله فانبلت بيوصلوا في المكان. هو ابن الهرمه ده بيزنق برايفستون، هو بيحاول يخلص عليه. تخلص على مين؟ ده انت ليلتك طين ابلع على اللي بعده. انا هساعده. بيخلص على الاول والتاني واللي بيجي على سكته ما بيقومش تاني. اشرب قلق اللي بعده يحصل اللي قبله. بيخلص عليهم بالكامل، ولكن فانبلت بيحضر في المكان. هو بيقول له ازيك يا دكتور، ما شفناش بعض من وقت طويل قوي، تقريبا كده انت معاك حاجه تخصني. هو بيرفعوا عليهم السلاح، ولكن اللي ما كانش حد عامل حسابه ان مره واحده في شخص بيرمي قنبله دخان في المكان. هو بياخدهم بيهرب منهم، بيدخلهم المكان ده. هو بيقول لهم تعالوا ورايا ونفذوا كل اللي هقول لكم عليه. بيروحوا وراه. هو بيقول لهم انا لما شفتكم ما كنتش مصدق عينيا. ماوس بيقول له هو انت مين وتفتكر ان احنا مين اصلا؟ برايفستون بيقول له مش انت الطيار ولقبك هو بلان؟ بيقول له فعلا. ماوس بيقول له يعني انت الشخصيه اللي متاخده من الاول؟ بيقول له بالظبط يا حدا. بيدخلهم في الغابه دي. هو بيقول لهم انا اسمي الحقيقي اليكس، وانتوا بقى؟ بيقول له انا سبنسر ودي مارسا وفريدج وبيساني. بيقول له بيساني ده انت بنت بقى؟ بتقول له مش اي بنت، انا بنت بلد يابا. بيقعدوا كلهم سوا. هو بيعمل لهم عصير واجب الضيافه. بيقول له انت هنا من امتى بقى؟ بيقول لهم تقريبا من شهور. بيقول له معقول؟ سبورن بيقول له هو الشمع ده كله ليه؟ بيقول لها لان الناموس من نقط ضعفي فمضطر احطهم هنا، انا بقالي فتره هنا مش عارف اعدي مخزن النقل. بتقول له ايه مخزن النقل ده؟ بيقول لها دي المرحله الثانيه، فاول مره سرقت فيها مواصله خسرت فيها محول، والمره الثانيه وقعت بالطياره وخسرت الثانيه، وعلشان كده انا فاضل لي محاوله واحده بس. هو من وقتها عرفت ان انا مش هطلع من اللعبه دي تاني. برايفستون بيقول له على فكره احنا ممكن نساعد بعض، انت عارف اللعبه دي اكتر مننا واحنا عندنا كلنا نقاط قوه. بيقول له مش عارف بس المره دي لو فشل فانا كده هموت خلاص. بيقول له ما تقلقش لو فضلنا مع بعض هنفوز. سبورن بتقول له مش معقول انت القطعه الناقصه اللي احنا بندور عليها. بيقول لها حلوه قوي يلا بينا نعملها سوا. بيتحركوا على هناك على طول. هو بيقول لهم ده المخزن وفي كل المواصلات اللي هتودينا للمرحله اللي بعد دي، هناخد واحده ونروح لتمثال النمره على طول. بيقول له طب وهنعمل
ايه في الناس اللي حارسه المكان. بيقول له لازم نلهيهم علشان نعرف نخش جوه. وفعلا بيقرروا يبعتوا روبي علشان تلهيهم. وهم قاعدين برايفستون بيقول اليكس تفتكر احنا في سنه كام دلوقتي؟ بيقول له 1996. كلهم بيكونوا في منتهى الصدمه. وبيقول له هو انت اليكس فريك مش كده؟ بيقول له اه فعلا. ماوس بيقول له قصدك بيت الراجل المجنون؟ بيقول لهم لا مؤاخذه هو انتوا تعرفوني منين؟ ماوس بيقول له انت هنا من 20 سنه يا اسطى. بيقول له ده اللي كنت هقوله لك. اليكس بينصدم. هو بيقول لهم انتوا بتهزروا معايا صح؟ اسبورن بتقول له لا طبعا الكل عندنا يعرف قصه اليكس اللي اختفى فجاه ومحدش يعرفه فين من 20 سنه. في الوقت ده روبي بتروح تلهي فيهم والرجاله بيخشوا المخزن بيحتاروا يختاروا ايه. ومره واحده رجاله فان بيحضروا في المكان بينزلوا تخبط فيهم بالسلاح ولكن الفريق بيطلع بالطياره وبياخد بعضه ويمشي. بيضربوا عليهم بالمدافع وصاروخ فيهم بيضرب المروحه بيعملوا عطل فيها. بينزلوا في الوادي ده ولكن اللي ما كانوش عاملين حسابه ان في قطيع من الخريطه هاجم عليهم. برايفست بيقول لهم انا اللي هصلح المروحه. بيطلع فوق وبيمسك الحديده علشان يرجعها مكانها. بيكونوا خلاص يخبطوا في الحيطه دي ولكن برايفستون بيصلحها في اللحظات الاخيره وبيطلع من الوادي بالطياره ولكن ماوس بيوقع الجوهره منه. هو بيقول لهم يا جدعان انا وقعت الجوهره. بيلفوا وبيرجعوا تاني والخراتيت بيكونوا بيلفوا حواليها علشان يحموها. ماوس بيقول له هنعمل ايه؟ بيقول له حاسب القطر. هو بيزقوا وبيوقعوا من الطياره. الخراتيت بيشوفوا وكلهم بياخدوها جري وراه. برايفستون بينط من الطياره هو بيروح ياخد الجوهره بيديها الروبي وبيركب تاني. الخراتيت بيدوسوا على ماوس بيموتوه وبيرجع تاني من فوق. اليكس بيلفوا بالطياره لفه جاتوه وبرايفت بيمسكوا في اللحظات الاخيره. بينزلوا من الطياره وكلهم بيكونوا في منتهى السعاده. اليكس بيقول لهم انا بقالي 20 سنه عايز اعدي الوادي ده انتوا متخيلين ده مهم ازاي بالنسبه لي؟ ومره واحده الناموسه دي بتقرصه هو بيطب ساكت مكانه. بيبص على ايديه بيلاقوا اخر محاوله بتروح منه. برايفس بيقول لها اديله تنفس صناعي وفعلا بتديله تنفس صناعي. وما تفهمش غلط يا صديقي البنت داخله في شخصيه المهم بتبص على ايديها بتلاقي محاوله بتروح منها. بيقولوا لها وقفي هتخسري محاوله. بتقول لهم مش مهم المهم ان اليكس يرجع. هو بتكمل اللي بتعمله وفعلا اليكس بيفوق وبيرجع للحياه تاني صديقي. بيكملوا طريقهم واخيرا بيوصلوا عند مكان النمر صديقي. النسر ابن الهرمه بيشوفهم وبيروح يبلغ فان. الشباب بيكملوا طريقهم وبيوصلوا عند الحته دي. برايفس بيقول لموسات الجوهره بمجرد ما بيمسكها الطريق كلها بتنور لحد النمر. بيطلع فوق الشجر هو بيفضل يتنطط زي القرود ولكن السنجاب ده بيخوفه وبيوقعه من فوق. بيبص قدامه بيلاقي النمر هجم وخلص عليه. بيرجع تاني هو ما بيكونش قدامه غير محاوله واحده بس. ماوس بيقول لهم بص يا شباب احنا هنلعب بخطه 4-4-2 هنحط 2 في الهجوم و3 صناع العاب ولحد هنا على الله التساهيل. وفعلا بيتوزعوا في الاماكن ورجاله فان بيوصلوا المكان ولكن روبي بتخش عليهم. هو بتقول لهم يا مرحب بالهلافيل وبتنزل طحن فيهم وتخبيط وزي ما انتوا شايفين عمل طريقه الكفته العجالي. اسلخ خلا. برايفستون بياخد المكنه وبيجري على النمر والنمر بياخدوها جري وراه. تفتكر انه كده هيعطل يا صديقي؟ لا والله. بيشغل سلاح النار ده هو بيلف دايره بيحبس النمر جواها. بيكمل طريقه هو بيوصل هناك ولكن اللي ما كانش عامل حسابه انه بيلاقي فان ابن الهرمه ماسك بساني. هو بيقول له لو اتقدمت خطوه تاني هخلص عليها في ثواني. هات الجوهره يالا. بيكون خلاص هيقتلها ولكن بيقول له استنى هي مش معايا اصلا. بيكون مع مين؟ مع ماوس يا صديقي. بيكون راكب الفيل هو بيقول لهم انا جيت يا شويه هلاهيل. النمر بتهجم عليه والجوهره بتطير من ايديه. بيساني بتغفل فان وبتضربه واليكس بيكمل عليه. مارسا بتقول له روح وانا هجيب لك الجوهره. بيقول لها ازاي؟ بتقول له خليك واثق فيا وانا هجيبها لك. بيركب المكنه هو بياخدها جري على هناك. مارسا بتروح تجيب جوهره وبتبص بتلاقي التعابين حوالين الجوهره. بتخش وسطهم هو بتعدي وبتروح تاخد الجوهره. فان بيحضر في المكان هو بيقول لها انا هاخد الجوهره والا هقتلك. بتقول له في احلامك بقى لان السم نقطه ضعفي بتخلي التعبان يلدغها وبتخسر محاوله وبتنزل تاني من فوق. برايفستون بيشوفها هو بيزود السرعه بتاعته. بيرمي الحبل ده وبيلف بيه هو بياخد منها الجوهره وبيحطها في عين النمر واخيرا بينجح صديقي. بيقولوا كلهم في صوت واحد جومانجي واخيرا بيفك اللعنه صديقي. نايجل بيحضر في المكان هو بيقول لهم مبروك يا شباب اخيرا انجزتوا المهمه ودلوقتي جت ساعه الفراق. وزي ما قال عمرو كباب ساعه الفراق ما تلومش حد على اللي قاله. اليكس بيسلم عليه واخيرا بيرجع تاني لحياته الحقيقيه. بيساني كمان بيسلم عليه وبتاخد بعضها وتمشي. بيجي الدور على مارسا وسبنسر بيقول لها استني نفترض ان احنا ما رجعناش انا حبيت الشخصيه دي بوجودك انت. بتقول له يبقى خلينا على الشخصيه دي كل يوم خلينا نرجع وخلاص. بتسلم عليه وبتمشي واخيرا سبنسر بيسلم عليه وبيروح. بيرجعوا الاوضه اللي كانوا فيها في المدرسه او بيكونوا كلهم موجودين بيكونوا في منتهى السعاده. هو بيساني بتقول لهم هو اليكس فين؟ بياخدوا بعضهم بيروحوا عند بيته وبيلاقوا العربيه دي حضرت في المكان. بينزل الشخص ده من العربيه بيبص عليهم او بيروح يسلم عليهم. بيكون ده اليكس يا صديقي. بيقول لها انت بيساني صح وانت سبنسر وعلى ما اعتقد انت روبي وانت اكيد بقى فريدج. بيكونوا كلهم مبسوطين وبعدها بيروحوا تحت الكوبري ده وبيكسروا اللعبه علشان ما يرجعوا لهاش تاني. هو بياخدوا بعضهم وبيمشوا من المكان وهنا بينتهي الجزء الاول من الفيلم. وبيبدا الفيلم ببيساني لما بتصور الصوره دي بتليفونها وبتبعتها على الجروب بتاعها هي واصحابها. بتقول لهم احنا مش هنتقابل ولا ايه؟ سبنسر بياخد شنطته علشان بيكون رايح بيت جده. بيتفرج على صوره لمارسا وهو في طريق. في الوقت ده بيوصل بيت جده وعلى بالليل بيكون قاعد في الاوضه مع جده ولكن بيكون سرحان شويه. فريدج بيقول له يا سبنسر انت فين؟ بيقول له خلينا اشوفك وقت تاني. جده بيقول له ايه يالا باين عليها سابتك ولا ايه؟ بيقول له تقريبا يا جدو علاقتنا بتنتهي. بيقول له انت سوا ولا هي؟ بيقول
بيقول له بصراحه لا انا ولا هي، ولكن لما كنا مع بعض في اول مره كنا مختلفين وبنكذب على بعض في شخصياتنا الحقيقيه. الكلام ده كان من سنه. بيقول له انا هديك نصيحه صغيره يا الدنيا ما بتقفش على حد، وهتلاقي بنات كتير تحبها وتحبها. انت بتعيش اجمل سن في حياتك، اتمتع بيه، ولك في الصح مش في الغلط. على بالليل سبنسر بينزل تحت، هو بتيجي في دماغه فكره غريبه، هو بينزل البدروم بتاعهم تحت، بياخد الشنطه دي بيفتحها. تفتكر جواها ايه يا صديقي؟ لعبه جومانجي اللي كسرها في الجزء الاول. بيطلع الشريط بتاعها وبيختفي من المكان. تاني يوم الشله بيتجمعوا سوا وبيتكلموا سوا عن الفتره اللي فاتت. فريدج بيقول لمارسا هو انت والواد ده لسه منفصلين ولا ايه؟ بتقول له بصراحه بيساني بتطلع تليفونها وبترن عليه ولكن ما بيردش عليها. فبيقرروا يروحوا البيت. جد سبنسر بيكون في بيت وجرس البيت بيرن. بيروح يفتح الباب بيلاقي صاحبه ميلو في وشه. بيقول له عايز ايه يا ميلو؟ بيقول له طيب مش هتقول لي اتفضل؟ هما الاثنين بيقعدوا سوا وميلو بيقول له مالك يا اسطى ايه اللي مزعلك بس؟ بيقول له بذمتك مش عارف يعني بتختفي وراجع لي بعد 15 سنه؟ لا وكمان جاي تعمل ايه؟ جاي تعمل لي بيض في البيت يا عم، هي ناقصه بيض اصلا؟ في الوقت ده الباب بيخبط فبيروح يفتحه تاني. بيلاقي فريدج ومعاه البنات بيسلم عليهم. وفريدج بيقول له بعرفك يا جدو دي بيساني، اما التانيه دي بقى مارسا. بيقول له يا ترى دي مارسا علم ولا مارسا مطروح؟ بيقول له لا دي مارسا الحته بتاعت سبنسر. مايلو بيحضر في المكان بيقول لهم ازيكم يا شباب انا مايلو. بيقول له مش معقول مايلو رشكشك، ابويا قال انكم كنتوا اصحاب احسن مطعم في البلد كلها. عم شكشك بيقول لفريدج هو سبنسر كان معاكم؟ بيقول له لا احنا اصلا جايين ندور عليه هنا. مارسا بتروح تشوفه في الاوضه وكلهم بيكونوا في منتهى الصدمه. هو بينزلوا تحت على صوت طبول، بيلاقوا الجهاز في البدرون. بيقولوا مش معقول ايه اللي جاب الجهاز ابن الهرمه ده هنا؟ معقول رجع له تاني؟ ثانيه انا هرن عليه. بيرن عليه بيلاقوا فونه موجود في المكان. مارسا بتقول لهم اكيد رجع اللعبه تاني. طيب وهيطلع من هناك ازاي؟ فريدج بيقول لهم اكيد لازم ياخد الجوهره الخضراء ويرجعها تاني للتمثال. بتقول له لوحده؟ احنا هنرجعه تاني. بيقول لها انت اتجننتي؟ بتقول له انت عارف كويس لو حد مننا كان مكانه كان هيخش اللعبه. المهم كلهم بيتفقوا يروحوا له ومجرد ما مارسا بتمسك الدراع اللعبه بتبدا تسحبهم. فريدج بيقول لهم اشمعنى المره دي؟ المره اللي فاتت احنا اخترنا الشخصيات. بتسحب مارسا وفريدج وبتسحب حد تاني من فوق، والميسان الوحيده اللي بتفضل في المكان. واخيرا بيخشوا جوه اللعبه وها هي البنت الشقيه البنت القادره المفتريه مارسا. برايفس بيكون وراها وبتقول له سبنسر. بيقول لها سبنسر مين؟ بيظهر ماوس ولكن بيكون في حد تاني بشخصيته. بيقول ايه ده هو انا فين اصلا؟ ماوس بيقول له شكشك. بيقول له انت مين؟ بيقول له انا مايلو. انت ايه ده هو انا فين؟ مارسا بتقول له انت جد سبنسر صح؟ بيقول لها بالظبط. انت مين بقى في الليله الطين دي؟ بتقول لهم انا مارسا. بيقول لها الحته بتاعت سبنسر. في الوقت ده بينزل عليهم سبارن. بتقول له بيساني. بيقول لها لا مش انا. ايه ده هو ايه اللي انا فيه ده؟ بيكون في منتهى الغضب لان ده فريدج يا صديقي. بيقول له الدكتور هو انت سبنسر؟ مارسا بتقول له لا ده جده وده صاحب جده. بيكون في منتهى الغضب. هو بيقول لها سبنسر وبيساني راحوا فين؟ بتقول له انا يعني هعرف منين؟ اللعبه ما خلتناش نختار شخصياتنا اصلا. بيقول لها علشان كانت متكسره يا نصحى. في الوقت ده مايلو بيروح يلعب مع فرس النهر وفريدج بيقول له ابعد عنه هياكله. بيقول له بتقول ايه مش سامعك؟ وبيكون خلاص هياكله ولكن مارسا بتلحقه في اللحظات الاخيره. فريدج بيقول لهم اسمعوني المكان ده خطر علينا، انا ومارسا كنا هنا وعارفين الكلام ده كويس. لازم تكون دايما مركز من الاخر، لازم يكون عندك عيون في قفاه. والتعبان ده بيهجم عليه وبياكله. بيخلص عليه وبينزل تاني من فوق ولكن بيكون خسر محاوله يا صديقي. بتعدي طياره من فوقيهم فبياخدوها جري عليها. بيطلع ناجل من جواها بيقول لهم اركبوا بسرعه. بيركبوا بيقول لهم شرفتونا من جديد في جومانجي يا شباب، انا كنت مستنيكم بقالي كتير قوي. زي ما انتوا عارفين جومانجي في خطر وفي رساله مع دكتور برايفوس لازم يقراها بصوت عالي. وفعلا بيقرا الرساله عشان يقراها اللي بيقول فيها دكتور برايفستون انت امل الوحيد عشان تنقذ جومانجي مره تانية. للاسف جورجين ابن الهرمه رجع تاني وجاب معاه الجيوش المتوحشه. وفي قمه جبل الانترافانتاس في جوهره مربوطه في رقبه الشيخ انترافانتاس اسمها الفالكون ودي من انتاج جومانجي. وطالما الجوهره دي اتعرضت للشمس الزرع هيطلع والميه هتجري. وفي يوم جورجين بيهجم برجالته على القبيله هو بياخدوا الجوهره من شيخ القبيله بيحطوها في الصندوق ده وبيخفيها عن الشمس. ومن وقتها الارض جالها جفاف والميه بطلت تجري. وعلشان كده انا بعت لك رساله انت واصحابك علشان تنقذوا جومانجي ولذلك لازم تجيب جوهره وتزورها للشمس. فكروا كويس لو حبيتوا تمشوا من اللعبه لازم تنقذوا جومانجي وتنادوا باسمها. بيديهم الخريطه هو بيفتح الطياره وبينزلهم. في الوقت ده بيساني بتكون بره اللعبه هو بتجيلها فكره وبتاخدها جري لفوق. بتروح عند بيت مين؟ بيت اليكس يا صديقي. بنته بتفتح لها بتقول لها بابا فين يا عموره؟ اليكس بيحضر في المكان هو بيدخلها جوه. بتطلب منه يصلح لها اللعبه ولكن بيقول لها بس ده خطر جدا. بتقول له لازم احاول ده مهما كان اصحابي. الشباب بيوصلوا المكان ده اللي بيكون فيه عربيات خرده كتير. شيلي بيفتح الخريطه وبيعرف المفروض هم يروحوا فين. بتحضر النعامه دي في المكان وعم شكشك بيروح علشان يبعدها ولكن بتديله واحده في قريته بتخلص عليه. بينزل تاني من فوق وفجاه بيلاقوا جيش من النعام هايج عليهم. بياخدوها جري وكل اتنين بيركبوا عربيه وبياخدوها جري من المكان والنعام بياخدها جري وراهم. عربيه مرسى بتقلب بيهم وبيطلعوا من هون. النعام بيكون خلاص جاي ولكن بيحضر في المكان عم شكشك وبينقذهم. بيوصلوا المكان ده هو بيكون فاضي من تحتهم. عم شكشك بتيجي فكره في دماغه وبياخدها جري على النعام وبلاد وهم بياخدوها جري وراه وبياخدها جري على التل ده وبينط من فوقيه. تفتكر انهم هيموتوا يا صديقي؟ لا 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 والله العربيه بتخبط في السور. هو بيطلعوا منها في اللحظات الاخيره. كلهم بيقفوا علشان يشوفوا نقط قوتهم وضعفهم اللي بتكون مختلفه شويه عن الجزء اللي فات. المهم بيكملوا طريقهم لحد ما بيشوفوا المكان اللي هيوصلهم للمستوى الثاني. يدخلوا المكان ده اللي بيكون جواه الصندوق اللي فيه الجوهره وجورجي بيكون موجود يا صديقي. بياكل الضباع بتاعته لحمه. هو بيقول النهارده راح مننا واحد من اهم رجالتي عاوز يفتح.
طبعا كلكم عارفينه، هو مدرب الضباع دي، كان صاحبي واخويا وكان على كتير قوي، ودلوقتي هو مش معانا. تفتكروا ليه؟ ما لانه حاول يسرق مني حاجه غاليه قوي عندي وانا اللي قتله بايدي. ومره واحده النور بيطفي من المكان، يشتغل تاني يلاقوا المفتاح الخزنه اتسرق. يقول حرامي. عم شكشك بيمسكها وهي بتكون في الصدمه بمجرد ما بيشوفها. بياخدوها، هو بيقول لها عايزه تسرقيني يا بنت الهرمه؟ بتقول له حياه سيد اللبلوبي ما حصل. بيقول لهم هزوها. بيهزوها، المفتاح بيقع منها. مرسى بتعرف ان ده سبنسر وجورجين بيديها واحده بيخلص عليه، بيضيع محاوله وبيرجع تاني للعبه. كلهم بيطلعوا له بره. بيقول لهم هو انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انا كنت خلاص سرقت مفتاح الصندوق. بيقول له هيكون بنعمل ايه يعني؟ بندور على واحد ابن هرمه دخل اللعبه وسابنا. بيقول له بيساني؟ بيقول له مفيش بيساني زاف، انا فريدج يا اسطى. بيقول له انا مايلو. عم شكشك بيروح له وسبنسر بيقول له هو انت جده؟ في الوقت ده جورجين بيطلع بره، هو بيكون معاه الصندوق وبياخد بعضه هو ورجالته وبيمشي. في الوقت ده سبنسر بيقول لهم انا ومايلو هنخش علشان نسرق الجمال، وانت يا جده هتفضل بره تراقب المكان من غير ما حد ياخد باله، واي حد يحاول يدخل الاسطبل صفر بس او ادي اي اشاره. بيقول له خلصاصه. بيفتح الباب وبيخش، وعم شكشك بيكون واقف بره. الاثنين السكرانين دول بيكونوا معديين بالصدفه، هو بيقول لهم انت مالا منك ليه؟ بيقول له انت قلت ايه؟ بيقول له زي ما سمعت يا ابن الهرمه. بيقول له انا ابن هرمه؟ بيقول له بالظبط حالتها، ريح بقى. بيدي الواحده بيرشقه في الحيط. التاني بيخش عليه. بتخش على مين؟ ابلع حزين. بيخش عليه عدد كبير واللي بيقرب منه بيطير. اشرب يالا. بينزل طحن فيهم يمين في شمال والعجله شغاله زي ما قال الخيال. بيخلص عليهم بالكامل، ولكن اولاد الهرمه ما بيخلصوش. بياخدها جري منهم، هو بيخش جوه السبنسر. بيقول يلا بينا من هنا بسرعه، اولاد الهرمه دول كتير قوي ما بيخلصوش. وفعلا بياخدوا بعضهم وبيهربوا، ولكن اللي ما كانوش عاملين حسابه ان في واحد اسمه عطوه بيبعت لهم صاروخ بيخلص عليهم بالكامل. بينزلوا تاني، عد معاها صديقي كده، كل واحد خسر محاوله تانيه. المهم بيكملوا طريقهم في الصحراء، هو بيوصلوا عند التل ده اللي بيكون فيه سلالم متعلقه في الهواء، ودي مرحله جديده علشان يوصلوا للقلعه قبل ما جورجين يوصل لها. شيري بيقول لهم السلالم دي معقده جدا ولازم نفكر كويس قوي قبل ما ناخد اي خطوه. عم شكشك بيقول له خطوه يا صاحب الخطوه؟ طب واحنا بيهمنا خطوات يا ابني؟ بيدخل على السلم، هو بيقول لهم جراها شويه خرفان، ما السلالم كويسه اهي. ومره واحده السلالم بتتحرك بيه وعلى طول بيستعد علشان يروحوا له. بمجرد ما بيوصل لهم تاني سبنسر بينط على السلم ومرسى بتروح وراه، الباقي بيروح معاه، ولكن كلهم بيكونوا في منتهى الصدمه لان القرود المتوحشه دي بتهجم عليهم. بيفضلوا يتنقلوا على السلالم والقرود واخدها جري وراهم، ولكن مرسى بتنط على سلم غلط والقرد ده بينط عليها وبيرميها من فوق. بيكملوا جري ورا سبنسر، هو ولاد الهرمه وراه مش سايبينه. مرسى بتنزل من فوق تاني وهو بيقع على السلم بتاعها، بتاخدها جري وبتنط على السلم ده وبتمسك سبنسر وبتنط وراه. ما بيفضلهاش غير محاوله، ولو راحت هتفضل في اللعبه للابد يا صديقي. الباقيين بيكملوا طريقهم، ومايلو بيكون خلاص هيقع على السلم والقرود بيكون خلاص داخلين عليهم، ولكن عم شكشك بيطلع الخنجر اللي معاه وبيقطع حبل السلم في اللحظات الاخيره. تفتكر انهم كده ماتوا يا صديقي؟ لا والله، عم شكشك بيرمي مايلو لفوق يطلع وراه، ولكن اللي ما كانوش عاملين حسابه ان القرود اولاد الهرمه بيكونوا محاوطينهم من كل اتجاه، بيكونوا خلاص هيقتلوهم، ولكن بيحضر في المكان الولد السندال بطل الابطال اليكس، بينقذهم في اللحظات الاخيره. والحصان الاسود ده بيكون بيسان يا صديقي. بيقولوا له انت ازاي عرفت ان احنا هنا اصلا؟ بيقول لهم بيساني جاتني وقالت لي على اللي حصل. بيقولوا له طب وهي فين دلوقتي؟ بيقول لهم هي دي الفرسه اللي جنبي دي. ما كدبتش يا اليكس اخويا، هي فعلا مهره. المهم بيقعدوا سوا، ولكن مايلو بيكون واقف جنب لوحده. عم شكشك بيروح له، هو بيقول له ايه يا بطل قاعد لوحدك ليه؟ بيقول له عارف يا شكشك انت ما خسرتش كل حاجه، ولكن خسرت المطعم بتاعك بس، لسه عندك حاجات كتير ما خسرتهاش. بيقول له انا ما خسرتش غير صاحبي. بيقول له انا كمان. بيقول له انا اسف يا مايلو. بيقول له انا كمان يا صاحبي. بيقول له انا كنت مبسوط قوي لما جيت تشرب معايا القهوه، بس ايه اللي جابك يعني بعد 15 سنه فجاه كده؟ ما بيردش عليه. بيقول له مالك يا اسطى ايه اللي حصل؟ هو انت تعبان؟ طيب الموضوع واصل معاك لحد فين؟ بيقول له ما بقاش فاضي كتير، ولكن انا خلاص مش عايز اي حاجه غير انك تكون مبسوط، دي حاجه اكيد هتفرحك. في الوقت ده سبنسر بينده عليهم، هو بيتحركوا علشان يروحوا للمستوى الاخير. اليكس بيقول لهم احنا هناخد طريق الجبل وهنخش جوه قبل ما الاخوه كباب يدخلوا وياخدوا الجوهره. بيقول له كباب وكفته مين؟ انت جعان يا اسطى ولا ايه؟ بيقول له يا عم هم اتنين اسمهم كده انا مالي. شيري بيقول لهم احنا كده هنتشوي، كل شويه بنخسر محاوله بسبب غباء عم شكشك ومايلو لانهم مش فاهمين اللعبه. انا زهقت منكم كلكم. بيقعد على الصخره دي وبيقعوا كلهم بيروحوا يشوفوه. بيقول لهم بصوا كده، بيلاقوا البحيره دي اللي بتغير الشخصيات بمجرد ما بيقعدوا فيها. الفكره بتيجي في بالهم علشان ينفذوها، وفعلا كلهم بينطوا في الميه وبيخرجوا منها تاني، ولكن بيكونوا بالابديت الجديد بيرجعوا كلهم لشخصياتهم اللي بيحبوها. وعم شكشك بيروح على شخصيه تفيده ومايلو بيروح في الحصان. المهم بيتجمعوا كلهم حوالين النار، وعم شكشك بيطلع بره يشم شويه هوا لوحده. بيلاقي الجنود دول ماسكين مايلو. بيقول لهم انت قلق منك ليه؟ بعدوا عن الحصان. اليكس بيسمعهم، هو بيطلع بره بيلاقيهم اتمسكوا والجنود خدوهم معاهم. بيروح يبلغ الشباب باللي حصل. هو بيساني بتفتح الخريطه، بيبص على الطريق اللي هيمشوا عليه، هو بتعرف مكان مايلو وعم شكشك. بيتقسموا الفريقين وكل فريق بيروح ينقذ واحد. بيساني وفريدج بيروحوا القلعه واليكس بيروح ينقذ مايلو. المهم بيخشوا جوه القلعه، تخيل يا صديقي بيلاقوها قرعه. الحارس بيقول لهم اثبت يالا منك ليه؟ وانتوا الاثنين اللي اسمكوا الشيش او طرب او المهم حاجه مشويه كده. بيقولوا تمام كباب يا ريس. بيقول لهم تمام اتفضلوا معايا جورجين مستنيكم. بيدخلوا واليكس بيوصل المكان اللي فيه مايلو. بمجرد ما بيدوس على الارض بيضرب السم في رقبته بيخلص عليه، بيخسر محاوله
محاوله وبيخش تاني من الاول. بيفهم ان في فخ في مكان، وسبنسر ومارسا بيوصلوا عند عم شكشك بيطلعوه من المكان اللي محبوس فيه، واليكس بيكون لسه بيحاول يوصل لمايلو بيضرب عليه نفس السم، ولكن بيلحق نفسه في اللحظات الاخيره بيكمل طريقه، ولكن بتجيله واحده في دراعه بتخلص عليه. بيخسر تاني محاوله وما بيكونش فاضل له غير واحده يا صديقي. بيرجع تاني واخيرا بيوصل في الزنزانه علشان يخرجه. بيفتح له الباب علشان يخرج، وبيساني وفريدج بيخشوا تحت عند جورجين. بيطلع لهم هو بيكون لابس الجوهره في صدره، بيقول لهم يا 300 اهلا وسهلا بالحبايب. بيساني بتقول له يا مرحب بك يا معلم. بيقول لهم النهارده هنعمل التحالف اللي بيننا وبينكم وهنكون اقوى بيكم، علشان كده انا بسالكم يا ترى هي فين؟ بيقولوا له يا ترى هي مين يا معلم؟ بيقول لهم اختكم واللي قريب هتبقى مراتي. بيساني بيقول له اختي مين بالظبط عشان مش فاهم. بيقول له لاخر مره بسالك اختك فين يا ابن الهرمه؟ بيقول له هي في الفندق يا معلم بتجهز نفسها. انت عارف يعني العرايس في مناسبه زي دي نقاشه ومحاره الصنايعيه شغالين فيها. بيقول لهم يعني جيتوا من غير اختكم؟ بيمسك السيف بتاعه بيقول لهم انا بقول اقطع دماغك انت واخوك واعمل احلى شويه مشويات للرجاله. بيمسكهم وبيكون خلاص هيقتلهم، ولكن مرسى بتقول له انا جيت نورت البيت. بتخش على اساس انها اختهم وفعلا بيسيبوهم. في الوقت ده الرساله دي بتوصل لجورجيا. مرسى بتقول له ينفع امسك الجوهره الجامده دي بقى؟ بيقول لها كده عاوز تعمل كل اللي هي عايزاه. بتكون خلاص هتاخدها، ولكن المساعد بيقول له جورجيا الكبابجيه لسه ما جوش، زمانهم لسه على الشوايه. بيقول لهم امسكوا اولاد الهرمه دول. بيمسكوهم. بتقول له انا نسيت اقول لك انا معايا راجلي في المكان. سبنسر بيحضر وبينزل فيهم تخبيط. بيروح لجورجين وبيرزع فيه بالبنيه، ولكن ما بتاثرش فيه اي حاجه. ابن الهرمه بيخنقه وبيرفعه لفوق، وهي واحده بيكسر بيه الحيط. سبنسر بيقوم بيلاقي فاكهه جومانجي في جيبه. بيكتشف انها نقطه ضعف جورجين، وجورجين بمجرد ما بيشوفها بيمشي من المكان. بيقول لهم خلصوا عليهم. تخلصوا على مين؟ ده اللي جاي عليكم تيم. مرسى بتنزل فيهم تخبيط، ما حدش بيكون سادد معاها. جورجين بيروح يركب المنطاد بتاعه، وسبنسر بياخدها جري وراه. بيكون خلاص هيهرب، ولكن سبنسر بيمسك الحبل وبيربطه في المرسى ده. الرجاله جوه بيكونوا قايمين بالواجب الله ينور، واللي بيقرب منهم بيتعور. اشرب قلم. بيخلصوا عليهم بالكامل. بيروح علشان يلحقوا سبنسر بيمسك في الحبل وبيطلع لفوق، ولكن الحبل بيتفك منه. بيخبط في المحرك بيبوظه. سبنسر بيخش لجوه، وجورجين بيغفله بواحده بيجيبه بعيد. بيطلع سلاحه علشان يخلص عليه، ولكن المنطاد بيخبط في البرج ده وجزء منه بينفجر. سبنسر بيقوم له بيرزعه بالفاكهه في جسمه. بيدي الواحده يمين في شمال، بياخده بينط من فوق. بياخد منه الجوهره بيسيبه وبيمسك في الحبل. جده بياخدها جري عليه بالحصان، ومايلو بينط من فوق بيفتح اجنحته وبيطير يا صديقي. سبنسر بيرمي له الجوهره بياخدها منه وبيطلع فوق السحاب علشان يخليها في وش الشمس، واخيرا بيحط الجوهره في ضوء الشمس. بيعدوا اخر جزء اللعبه يا صديقي. بينادوا كلهم بصوت واحد بيقولوا جومانجي. قولها معاه يا صديقي، جومانجي. واخيرا بيعدوا المستوى الاخير. كلهم بيكونوا في منتهى السعاده باللي حصل. هنا يجي بيحضر في المكان. فريدج بيقول له اخيرا يا عم جيت عايز اغوص، ولكن مايلو بيقول لهم انا قاعد. بيقول له ازاي؟ فريدج بيقول لهم مش هتصدقوا يا جدعان، مايلو مش هيجي معانا. بيقول له انه هيقعد هنا ويحرس المكان. عم شكشك بيروح له بيقول له خلاص يا مايلو، يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجه تعباني. براحتك يا مايلو، انا هسيبك تمشي. وبياخدوا بالحاضر. مايلو بيسيبهم ويمشي، وكلهم بيسلموا على نايجلو وبيطلعوا من اللعبه يا صديقي. بيرجعوا كلهم لحياتهم الطبيعيه. بيتجمعوا تاني في الكافيه. سبنسر بيقول لهم خلاص كده انا مش راجع اللعبه بنت الهرمه دي تاني، وكلنا اتفقنا على ده. في الوقت ده السباك بيكون مع ام سبنسر في البدروم علشان يصلح الموتور. بيشوف لعبه جومانجي بنت الهرمه قصاده. يا جدعان عايزين نخلص القصه دي. المهم اللعبه بتشدوا ليها. بيروح وبيقرب منها. وعند الكافيه اللي قاعدين فيه الشباب مره واحده النعام ده بيعدي من الطريق. الشباب بيطلعوا بره وبينصدموا. بيعرفوا ان في خلل حصل في اللعبه وعندهم مهمه جديده ينفذوها. وهنا بينتهي الجزء الثاني والاخير من الفيلم. ما تنساش يا صديقي تشترك القناه وتفعل زر الجرس وتحط لايك للفيديو لو عجبك، وتخش تاخد لفه في القناه. صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك فيديو الجاي يا قمر.